هم خير من خلق الإله ومن ضرب. يا صباح الفل والورد والياسمين او مساء الفل حسب ما بتشوفين. النهارده بقى هنعمل صينيه من اللي بيحبها الكبار والصغار. بصوا بقى، انا كان عندي ربع كيلو لحمه مفرومه، بس كنت متبلاها ببصله وملح وفلفل وقرن شطه اخضر، لان انا بحب احط معاه شطه اخضر. فكنت هعملها بصراحه اكمل عليها توابل واعمل حواوشي، بس ابني كان نفسه في جلاش فانا هعمل له جلاش. عملتها ازاي؟ حطيت حته سمنه فلاحي وشوحت فيها اللحمه، وبعدين تبلتها بتوابل، ملح وفلفل اسمر و7 بهارات فقط لا غير. كان طعمها تحفه. وشوحتها وحطيت لها يا دوبك ربع كوبايه ميه وسبتها تستوي. هنا بقى سيحت حته سمنه فلاحي محترمه كده علشان صينيه الجلاش بتاعتي. هحط طبقه من تحت من السمنه، وابتدي احط الجلاش بتاعي ما بين طبقتين، كل طبقتين وطبقتين هحط دهنة سمنة، بس ما تكتريش. انا عشان حاطه سمنه فلاحي، السمنه الفلاحي صحيه اكتر من السمنه المهدرجه وطعمها احلى، فعلشان كده انا مش مدققه قوي وانا بحط السمنه، بس برضو ما بتكتريش. فانا كل طبقتين هحط ان شاء الله معلقه سمنه. هخلص معاكم الطبقه الاولانيه وبعدين هحط اللحمه المفرومه بتاعتي. والله ربع كيلو لحمه مفرومه قضت وكفت ووفت، وكان طعمها رهيب. انا قلت عشان كانت متبله وفيها البصله، وطبعا لازم تشوحي البصله الاول ومش عارف ايه والكلام ده، مش هتبقى حلوه. كانت جميله جدا جدا فوق ما تتخيلوا. هكمل بقى الطبقات بتاعتي، هحط ورقتين وورقتين، وكل ورقتين هحط السمنه الفلاحي بتاعتي. لو ما عندكيش سمنه فلاحي هتحط سمنه، لو ما عندكيش هتحطي اي سمنه عندك. انا عن نفسي عشان كان عندي سمنه فلاحي ومسيحاها فحطيت منها، بس لو ما كانتش عندي كنت حطيت اي سمنه. بس انا ما جربتهاش بالزيت عشان ما اكذبش عليكم، يعني ما اعرفش بالزيت هتبقى كويسه ولا لا. هنا خلصت كل الطبقات بتاعتي، واحط حته سمنه فلاحي في الاخر بعد ما اقطعها، عشان اقدر اقطعها، لان لما بحط السمنه فوق الوش وهي سايحه واجي اقطعها ما بعرفش انها بتلزق في ايدي. فانا هقطعها الاول واحط حته سمنه فلاحي كده فوق الوش، وبعدين هنشوف هنعمل ايه. حاولي انك ما تضغطيش عليها وانتي بتقطعي، لانك لو ضغطتي عليها هتطبقيها في بعض اللبن مش هيخش جواه هو والبيض. يعني حاولي واحده واحده كده تبقي رقيقه عليها عشان تطلع حتى الطبقه بطبقتها كده، او الخرطه بخرطتها زي ما بيقولوا. كده انا خلصت تقطيعها. هجيب معاكم نفس المقلة اللي انا كنت حاطه فيها السمنه، هحط فيها كوبايه لبن، واحط فيها بيضه واحده بس، واحط فيها شويه ملح وفلفل اسمر عشان زفاره البيضه، وهحط شويه بيكنج باودر. عايزه تستغني عن البيكنج باودر استغني عنه، بس هو بيدي الطبقه، بيخليها منفوشه وبيديها احترامها. وهدوبهم في بعض كويس جدا، وهحطهم هغرقهم بقى في صينيه الرقاق، واخليها تنزل كلها من تحت. يعني انت لو حسيتي ان هي عايمه فوق الوش، لا، ارفعي بالسكينه كده وخلي اللبن ينزل جواه، خلي كل قطعه من الرقاق تشرب من اللبن. هخلصه وهحطه على الفرن. انا مش هعمل جنبه لحوم ولا بانيه، يعني انا بحاول اعمل حاجات اقتصاديه على قد ما اقدر. فده فيها لحمه مفرومه وكل حاجه، فانا هعمل جنبها بطاطس محمره. كل الناس دلوقتي بقت تعمل كده. يعني لو هعمل مكرونه بشاميل هعمل جنبها بطاطس محمره ومخللاتك، والدنيا هتبقه حلوه. هعمل صينيه جلاش، هعمل نجرسكو، هي بيبقى فيها الفراخ واللحمه بتاعتها. وبصراحه الوقت دوت وقت انك توفري، وقت ان انتي تعرفي تستغلي الفرص. يعني مثلا انا باكلكم برضو لحمه مش حرماكم، وفي نفس الوقت انا قادره اوفر، بدل ما اعمل جلاش وبانيه او جلاش ولحمه محمره او لا، انا هعمل جلاش فيه لحمه او نجرسكو فيها فراخ، وفي نفس الوقت هعمل جنبها بطاطس محمره ومخللاتك ومش عارف ايه. يعني حاولي توفري على قد ما تقدري علشان تقدري تعدي الايام دي. وبصي والله الربع كيلو لحمه كان مالي لي الصينيه، وقدت 4 تنفار، وكانت تحفه زي ما انتوا شايفينها كده، منظرها تحفه، والخرطه بخرطتها،
يعني الورق بتاعها مورق جدا، وكانت جميلة والله العظيم، جميلة وخفيفة جدا. جربيها ومش هتندمي.